النهارده الاهلي وسان جورج الاثيوبي. الاهلي فتح الكليه. مش كان حد يقول لنا ان الدراسه بدات؟ هو الاهلي كده زيه زي المدارس الانترناشونال، بتبدا دايما قبل المدارس الحكوميه. وانا زي بابا بالظبط في كل حاجه، وفي الشده شديد وفي القوه قوي. الاهلي فتح الكليه. الاهلي قدم لنا قطايف ولطايف وحلويات، تشكيله كبيره من الحلويات. النهارده النادي الاهلي بفوزه على سان جورج 4-0 عزف مقطوعه موسيقيه، مقطوعه اهلويه، اغنيه، قصيده حلوه متنغمه، كلها الحان وكلها انغام اسعدت كل جماهير النادي الاهلي وكل الاهلاويه. النهارده النادي الاهلي مش بس نجح ان هو يخطو خطوه جديده ويصل الى دور المجموعات، لا، النادي الاهلي عمل تدوير، وكولر كان هو واحد من نجوم النهارده المباراه. كولر نجح انه يعمل 5 تبديلات وتعديلات عن مباراه الذهاب، مباراه الذهاب اللي فاز فيها النادي الاهلي 3-0. اوعى حد يقول لي سان جورج فريق ضعيف، ده فريق كبير، فريق فايز بالدوري الاثيوبي لعامين متتاليين، ومعاهم مدير فني كبير شايفينه ان هو واحد من المدربين النخبة، اللي هو شنجيتا، عنده 49 سنة وكان لعيب في سان جورج الاثيوبي، ونجح معاهم وحقق معاهم القاب وبطولات ودرب المنتخب الاثيوبي، وبقديله سنتين مسك الفريق، نجح ان هو يفوز بالدوري هناك لمدة سنتين وخد السوبر الافريقي ومكسر الدنيا. لكن عموما هو طبعا فريق سان جورج الاثيوبي مش بقدرات وامكانيات لعيبه النادي الاهلي، لكن كولر النهارده، مارسيل كولر اللي انا قلت عليه جواهرجي، شوكولاته، مارشيل، بارون، زي ما انت عايز تسميه قول، بيعمل روتيشن بميزان من ذهب، ميزان من الماظ. عمل 5 تبديلات وتعديلات في التشكيله. بدأ بكريم الدبيس، أول مرة نشوفه في لقاءات النادي الأهلي الإفريقية، ومن البداية قدم أداء جميل وعظيم، فيه ثقة وفيه شخصية، وطمنا على الناحية الشمال مع وجود طبعا علي معلول. ولا ازيك فين يا علي؟ منين يا من علي 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 يا علي. طيب كريم الدبيس بس اللي كان النهارده حلو وجميل وقدم اداء رائع وراقي؟ لا، ده كمان شفنا النهارده بالاضافه لمحمد هاني ورامي ربيعه وعبد المنعم، كمان شفنا احمد نبيل كوكا. احمد نبيل كوكا في نص الملعب النهارده شيء جميل، شيء رائع، شيء راقي في الاداء، ضابط الايقاع، مركز 6. طمنا ان حتى في غياب مروان او في غياب اليو ديانج او في غياب ايا كان، النادي الاهلي عنده القطع البديله. عشان كده كوكا النهارده كان شيء مبهر، شيء رائع، شيء جميل، رابط الخطوط ببعض، بيلعب بسهوله ويسر. عشان كده ما حسيناش ابدا ان في المعزوفه ما فيهاش اي نشاز. بدأ بعبد القادر كمان وكريستو، ووسطيهم محمد مجدي قفشه. فكرنا بجمال قفشه وحلويات قفشه، وحط لنا جون اول جميل بديع، هدف عالمي، هدف ملفوف لفه هدايا، لفه المظات، حطها وافتتح التسجيل وانتزع من البدايه اهات جماهير النادي الاهلي، اللي النهارده دايما بقول عليها انها كرنفال. اديهم انت بس كوره وهم يدوك اعظم احتفال. ده مش كلام، ده افعال وارقام وحاجات دايما اثبتتها الايام. النهارده احمد عبد القادر
مع كريستو 2 جناحين قدموا كرات وقدموا عرضيات وقدموا سهولة ويسر في التقدم وفي التراجع وفي انسيابية الحركة وانسيابية القدرات الهجومية. أما كهربا صحيح كان في عملية تخفيف أحمال في بداية المباراة والدنيا ضلمة، لكن النهاردة عجبني التعاون اللي كان موجود ما بين لاعبي النادي الأهلي علشان يرجعوا محمود كهروب اللي بينور، ولما بينور بيخلي السماء تضوي كلها نور وبيخلي الجمهور فرحان ومبسوط لأنه واحد من اللعيبة اللي عندها قدرات كبيرة جدا جدا. يمكن سجل الهدف الثاني من ركلة جزاء، لكن اختتم الحكاية والرواية وقصة والحفل الساهر اللي قدمه النادي الأهلي النهاردة أمام سان جورج الهورس من فرسان أثيوبيا، وسجل رابع الأهداف محمود كهربا. الهدف ده كان ليه تأثير ومفعول السحر لكهربا، إنه استعاد الثقة وحس إنه هو يقدر يسجل بالأقدام وبضربات رأسية، وطمنا على مركز 9. مودست موجود، كهربا موجود، وصلاح محسن لما يرجع بإذن الله من الإصابة موجود، وتشكيلة النادي الأهلي كلها فيها تناغم. وزي ما بقول في التعليق، المكنة تشيل ترس وتحط ترس، المكنة والموتور شغال وبيطلع لنا السنة دي مع كولر الجواهرجي اللي عنده ميزان من ذهب، بيطلع لنا المظات واحلى قماش وافخر قماش. ايها الناس، المكنه طلعت قماش. وما كدبتش لما قلت النادي الاهلي هو كوكب كرة القدم في افريقيا والشرق الاوسط، مش بالكلام، لا بالحقائق والارقام. الله اكبر عليك! ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ طيب انت ما نسيتش حد؟ لا طبعا، ده انا سايله للاخر علشان النهارده ده البونبونايه. انا ميمو يلا امام عاشور النهارده كان مايسترو حقيقي، نغم، مهاره، ثقه، بيقود نص الملعب باقتدار. وهو ومحمد مجدي قفشه اتكلمت عليهم وقلت ان كرة القدم الحديثة بتقول ان اصحاب المركز رقم 8 واصاحب المركز رقم 10 هم مفتاح الابداع. والنهاردة بالفعل امام عاشور ومحمد مجدي قفشه بالفعل كانوا مفاتيح النادي الاهلي النهاردة في الحفل الساهر والكرنفال اللي جماهير النادي الاهلي استمتعت بيه والكل استمتع بيه. 7 أهداف نظيفة في 5 أيام قدر النادي الاهلي ان هو يسجلهم، مع ظهور قليل لحسين الشحات ملك الحلويات وبيرسي تاو وتبديلات وتعديلات كولر اللي ادى لكل لعيب حصة تدريبية محسوبة بالمسطرة وبالميزان. مليون مبروك للنادي الاهلي، مليون مبروك لجماهيره، مليون 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 مبروك لكولر وجهازه الفني المعاون اللي شفنا فيه انسجام وتفاهم وفرحة كبيرة. ومسؤول النادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب اسطورة النادي الاهلي، الكل في منظومة كاملة متكاملة متناغمة امتعتنا، اسعدتنا، وقدمت لنا 4 أهداف كلهم أجمل من بعض، وفي معاني كتيرة وفي تفاصيل كتيرة. اللي يدور في النادي الأهلي يلاقي مفاتيح الجمال والسعادة كتيرة. مع السلامة، مع ألف سلامة، خلي بالك من نفسك، هتوحشني يا حبيب قلبي، مع ألف سلامة. مين دول؟